لما نلاقي الايام دي كيلو الفراخ عدى 70 جنيه واللحمه عدت ال 225 جنيه وكل حاجه بقت غاليه وكل حاجه بقت نار، نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ اذا غلت الاسعار اخفضوها بالاستغفار. قيل الاعرابي لقد اصبح رغيف الخبز بدينار، فاجاب والله ما همني ذلك ولو اصبحت حبه القمح بدينار، أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. يا جماعة، ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم الناس، ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون برضه بسبب إحسان الناس. أحسنوا واتقوا الله وارجعوا إليه، هو اللي قال في القرآن كده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال أيضا في سورة نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اسمع الرسول قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. داووا البلاء بالدعاء، ارفعوا البلاء بالدعاء إلى الله، وعليكم بالصبر، إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إن شاء الله بإذن الله كل شيء هيعدي بكثرة الاستغفار والدعاء إلى الله وذكر الله والصلاة على النبي. سمكاية عملتها زيت وليمون كده عشايا النهاردة، زيت وليمون على الجريلا بالليمون والملح والهريسة، سلطة ورز. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تشيروه وتحطوا لايك وتستغفروا الله في التعليقات.